السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير ونصر وستر وكرم من ربنا سبحانه وتعالى على عباده. النهاردة هنتكلم على موضوع مش هقول انه غريب، ولكن هقول انه عليه خلافات حتى بيني وبين صحابي البنات والستات والعميلات اللي بيجولي. ستات كتير جدا شايفين ان الزمن اختلف، والست بالعامية كده لما تجيب الراجل اللي يعجبها ما تبقاش مشكلة يا سماح، ما تبقيش كومبلكس كده. والست لما يعجبها راجل تعرف تجيبه، ماشي، مش مختلفين. والست لما يعجبها راجل مش المفروض انها تتخلى عنه. وكتير قوي من الامثله بتقول ان الست لما تعوز تجيب راجل وتحطه في دماغها بتعرف تجيبه. حلو. النهارده بقى هنتكلم هو ايه اللي بيحصل لما الست هي اللي تجري ورا الراجل. هتعرف تجيبه؟ هتعرف تجيبه. يعني هيعرف، هيقبل، هيبقى سهل قوي انه يتطوع ويروح. يتطوع دي معناها انه يبقى مرن يعني ولين، ويروح لحد بيت اهلها يخطبها. هتحصل. ويتجوزوا، هتحصل. وبعدين ما اقدرش اعمم طبعا، ولكن في اغلب الامور ان الكتالوج اللي بيبقى فيه الست هي اللي جريت ورا الراجل والست هي اللي جابت الراجل، الكتالوج ده عكس الفطرة. الفطرة اللي بتقول ايه؟ الفطرة اللي بتقول لقطتين انا هقولهم لكم، علم وهقولهم لكم رأي. علم بيقول ان الراجل بطبيعته صياد. يعني ايه؟ يعني هو الراجل لازم يتعب، لازم يجري، لازم يبذل شوية مجهود. انا ما بحبش الست السهلة، وعلى فكرة الراجل كمان بيحبش الست السهلة. وبالتالي لو تفتكروا قبل كده كنا اتكلمنا على المثلث بتاع حياة الرجل، اللي هو النصر والمعركة والأميرة. الراجل لازم يخش في معركة فينتصر، فيسعد الأميرة أو يزف لها الخبر أو يحصل عليها أو يتقرب لها بهذا النصر. وده اتفقنا أو شرحنا، كنا في الحلقة اللي فاتت، مش فاكرة كان اسمها إيه، يمكن من سنة ولا سنة وشوية، وكنت قلت لكم إن إحنا في أوقات بنخلق معارك وهمية عشان المثلث ده يفضل موجود في البيت. معارك وهمية يعني إيه؟ من أول برطمان الصلصة لحد مشكلة في عربيتي أو مشكلة حقيقية أنا مواجهها في شغلي أو مع حد أو مع أي حاجة. تمام؟ وبالتالي أنا بروح لراجلي بالمشكلة، وأوقات أبقى مش عارفة لها حقيقي حل، وأقول له الحقني، انتصر. فيروح هو بقى يتشقلب في الدنيا ويبذل مجهود، ويعني يعصر بقى عصارة مخه فيحصل على النصر ويزفه للأميرة، فتنبسط ويعيشوا كلهم سعداء وفي تبات ونبات والشقلباز ده كله. حلو. لو الشقلباز ده كله بقى ما حصلش والأميرة راحت له كده جاهزة على طبق من فضة، بما إنها عكس الفطرة فهو هيقبلها واحتمال ينبسط بيها، بس مع الوقت هيدور على فطرته لأن هو غاوي صيد. فهيحصل ايه؟ ان بعد فترة ما، وده برضو احتمال مش تعميم ومش كل الرجال، ولكن بعد فترة ما بيحن لفطرته الصياد، فبيبتدي يتحرك او يبص حواليه او يبذل مجهود في اتجاهات تانية غير بقى الاتجاه السهل اللي جاله لوحده. وده ينعكس على كل ما له علاقة بالسهولة واليسر. وده مش معناه اني اصعب على الراجل حياته، لا، ولكن ما سهلهاش قوي لدرجة اني ابقى، انا اسفه في اللفظ بس هم بيبصوا لها كده معشر الرجال، ان انا ابقى سهله ورخيصه. يعني ما تعبش، ما بذلش مجهود، ما اختبرتش اذا كان محتاجني حقيقي ولا لا، عايزني حقيقي ولا لا. الحاجه بقى التانية، غلاوه وحياء المراه. انا شايفه في زماننا الحالي، عشان ما حدش يروح يجيب لي حاجه من زمان الصحابه، ما حدش يناقشني في السيده خديجه عملت ايه. احنا هناك كنا بنتكلم على دنيا غير الدنيا، وخلق غير الخلق، واستثناء غير الاستثناء. احنا دلوقتي في زماننا الحالي دنيتنا ماشيه ازاي؟ دنيتنا ماشيه ان في حاجه من بقايا ما تبقى للنساء، يعني اللي هم بنات الاصول، فاضل عندنا شويه غلاوه وشويه حياء، هم اللي حيلتنا في الزمن ده. فلما حضرتك اللي بتجري ورا الراجل، الاتنين دول بيروحوا في خبر كام، فلا يتبقى
غلاوة ليكي عنده ولا يتبقى حاجة. يتبقى ايه؟ يتبقى ست جابتني. وبتتقلي احيانا كده في الجلسات، لما بتبقى الست هي اللي بذلت مجهود عشان تلفت نظره ليها، او بالبلدي تعرض نفسها عليه، او الاسوأ والاضل سبيلا او تاخده من بيته ومراته. في رجاله بيجي يقول لي كده هي جابتني، يقول لي مش عارف ازاي، هي لقطتني، وبيتقال الكلمه دي مش عارف ازاي، هي اصطادتني من محيط المفروض ان كنت مستقر فيه، مش عارف ازاي. في كل السيناريوهات دي انتي ماشيه عكس الفطره يا اموره. ولو كسبتي النهارده او اتهيألك ان انتي كسبتي، على المدى الطويل في حاجه مش مظبوطه حاصله، في لقطه رجالي انتي خدتيها. انتي متهيألك انك كسبتي انه اتجاب، حلو، هو بقى حاسس بايه؟ هو عارف انه اتجاب على فكره، وبالتالي لقطه من اللقطات هو هيحن فيها لطبيعته، وفي اللقطه دي هيبقى سهل عليه قوي انه يرميكي. مش عشان انتي وحشه، مش عشان انتي شريره، ولكن عشان هو ببساطه زهد، ما تعبش قوي في الحاجه. عاده البني ادم، حتى ولادنا لما ترجعوا لقواعد التربيه الكلاسيكيه والجديده والبوزيتيف والنيجاتيف وكل انواع التربيه، هيقولوا لك ايه؟ ان الطفل لما بيحصل على اي حاجه، الطفل تمام، هنرجع بقى لقطه ان الراجل طفل، كلنا اطفال على فكره، كلنا في جوانا تك الطفل، ستات او رجاله. كلنا بقى لما بنلاقي الحاجه سهله ويسيره وما تعبناش فيها، للاسف ما بيفرقش معانا انها تتكسر او تبوظ او تضيع او ننساها في حته. يعني عادي، ما تبقوش كومبلكس كده، هنلاقي غيرها، ما كانتش عجباني اصلا، عادي يعني. وبنسمع الكلام ده كله كلنا من ولادنا. انما لو تعب وحوش من مصروفه كل يوم شويه علشان يجيب اللعبه الفلانيه او الطقم الفلاني او البلوفر الفلاني، بتلاقوه له معزه مخصوصه عنده، تعبان فيه بقى يا جماعه ومحوش وطلعان عينه، وبالتالي بيتعامل معاه حتى معامله مختلفه. غير لو دخل ابني فتح الدولاب لقى فيه 20 بلوفر، عادي يعني. كلنا جيلي احنا طلع عينينا عقبال ما ركبنا عربيات، لا اب جاب ولا ام جابت، اهالينا كانوا طبقه وسطى طبيعيه عاديه جدا بيركبوا مواصلات. اللي ربنا كرمه بقى وسافر الخليج جاب له عربيه ورجع بيها يمين شمال. في ايامنا هو ده كان السيناريو، ولكن في الوضع الحالي احنا بنتعب عشان نجيب الحاجة. في جيلنا احنا كنا ممكن نعيش بالسنين عشان حد فينا يجيب عربية او يتملك حتى لو مستعملة. كنا بنقعد بقى تعمل جمعيات وتحوش، فكنا بنحط العربيات في عينينا. ايامنا لما كان حد يعمل حادثة كان يتقال ايه؟ اصل اكيد اهله اللي جايبينها له ما تعبش فيها. شوفوا قيسوا بقى، انا جبت لكم على لعب الاطفال، جبت لكم على السيناريو اللطيف بتاع ان حد فينا يتملك حاجه تعبان فيها او حد يتملك حاجه مش تعبان فيها. نفس السيناريو اللي بيرتبط بحد تعب علشانه، غالي فبذل علشانه مجهود، ده قصه تانية غير اللي بيرتبط بحد بيسر وسهوله. لا، والالطف بقى لو انت جريتي وراه وسهلتي له كمان وجبتي له كمان ودفعتي بداله كمان ومولتي الجوازة كمان، الموضوع بيتحول ببساطة ل ماشي اهلا وسهلا. الموضوع سهل ويسير جدا. ما تعكسيش الفطرة. لو انت عايزة حاجة مستقرة وجوازة عادية طبيعية، وانا بقول هنا بقى لكتير قوي من الستات اللي فاكرين ان التنطيط والحنجلة ما بين راجل لراجل هو ده اللي هيجيب لي العريس الفرود الفت، خالص. الحاجات دي يا جماعة نصيب بيساق لبعض النساء من فوق 7 بحور زي ما بنقول كده في الأمثال، ولكن ده اللي بيحصل. أوقات وأنا عندي بدل الحالة 8000 ناس بتيجي من آخر الدنيا عشان تتكعبل في حد في آخر نقطة في الكون، عشان هو ده النصيب وربنا سايقه لحد عندها. كون ان انت نصيبك ما جالكيش وانت بكرامتك وبأخلاقك وبغلاوتك وبحيائك، ده مش معناه ان انت تنتشري في المناطق الاجتماعية والطرقات والنوادي والتجمعات بحثا عن عريس. لا، رحلة البحث عن عريس دي تبقى كده بالهداوة وبرقي. نصيبك هيجي لحد عندك. هتقولي، وكتير احيانا امهات بيجولي يقولوا لي
بنتي محترمة وبنت ناس وجامعية ولا بتروح ولا بتيجي، مش لاقي لها عريس كويس. حبيبتي ما تقلقيش، انتي قلتي لي كل المقومات اللي تجيب سيد الرجال لحد عندها، ولكن نهدى، هو النصيب هيجي. وان ما جاش وبنتي قاعده في بيت اهلها هانم رجل على رجل بكرامتها بحيائها بغلاوتها بقيمتها، يا رب تعيش ست الهوانم دي على الكنبه اللي جنبي العمر كله، اهلا وسهلا. احنا اتفقنا قبل كده ان الجواز فقره من الحياه، جزء لا يختزل الحياه، واحنا كستات ما بنزدش لما بنتجوز وما بننقصش لما ما نتجوزش. انا في كل الاحوال خلقت لاعبد رب العالمين، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. فانا الهدف الاساسي من خلقتي هو عباده رب العباد. فطالما انا اخدت بالاسباب وانا عضو نافع في مجتمعي وبعبد ربنا سبحانه وتعالى ومسلمه اموري لله، انا نصيبي هيجي لحد عندي. جه نعمه وفضل من عند الله. طب ما جاش، استنيه وانتي بهدومك، وانتي بشياكتك، وانتي باحترامك، وانتي بحجابك النفسي. استنيه من غير ما تفكي حجاب، من غير ما تقصري هدوم، من غير ما تخلعي الحشمة والوقار. مش هو ده اللي بيجيب الرجالة، اقسم بالله العظيم خالص. ولو انتوا شفتوا نموذج نجح بالسيناريو ده او 2 أو 3 ماشي، ما هو اللي بيقتل احيانا بيفلت بالقتله يعني. ده ما خلاش ده القاعده، ده ما خلاش ده الطبيعي، ده ما خلاش ده السوي. انتشار الخطأ وكثرته لا بيخلوا الغلط صح ولا بيخلوا الحرام حلال. عشان كده انا جايه اقول النهارده مفيش حاجه اسمها ان ست تجري ورا الراجل. حبيبتي انت بتعكسي الفطره، وده لن يزيدك للاسف الا رخصا وقله في عين اي راجل. 99% من غلاوه الست في احترامها لنفسها. الست احترام. لو انت ما احترمتيش نفسك وغليتي نفسك وسعرتي نفسك، لحد هيحترمك ولا هيحط لك غلاوه ولا هيحط عليكي سعر، لانك سمبلي انت ما عملتيش ده. كل واحده فينا قيمتها بتنبع من جواها. لو انت مش عارفه قيمه نفسك محدش هيعرف قيمتك. انت اللي بتفرضي قيمتك. ولو هنتناقش ما بين كرامتي وجوازه، انا هختار كرامتي مش هختار الجوازه. فنهدى ونفكر 1000 مرة قبل ما ناخد خطوة ان احنا نجري ورا راجل. اشوفكم على الف خير ان شاء الله، واجازة نهاية اسبوع سعيدة، واشوفكم باذن الله تعالى يوم الاحد اللي جاي. تصبحوا على الف خير، ربنا يسعد بيوتكم كلهم يا رب، وبيتي من ضمنكم، ويهدي الشباب والبنات كلهم يا رب، وولادي وبنتي من ضمنهم. شايفة تعليقات كتير، شايفة كلام كتير، هخلص بس اول ما بقفل بفر على طول التعليقات دي كلها. شايفة ناس متفقة، شايفة ناس بتعلق، ده طبيعي جدا جدا جدا، ولكن احنا وصلنا لكده، ولكن كده ده مش صح، ومش معناه ان احنا نعلمه لبناتنا ولا نقبله منهم. احنا موجودين عشان نوجه، نقوم، نذكر، مش اكتر. بفكر نفسي وبفكركم ان بناتنا جزء من تثقيفهم وجزء من توجيه تصرفاتهم وتشكيل وعيهم رهن بينا احنا، مسؤوليتنا احنا كآباء وأمهات، وهنسأل عليه. كلنا راع وسنسأل عن رعيتنا، عن من نراعي، عن من نعول، عن الناس اللي احنا مسؤولين عنهم. فلو بنت أختي ملهاش حد مراعيها، أو بنت أخويا، أو بنت عمتي، أو بنت خالتي، هم ستيل في مسؤوليتنا. كونوا مسؤولين عن اللي منكم حقيقي. اشوفكم على الف خير، وربنا يعيننا جميعا ان احنا نشرح ونوضح ونفهم. تصبحوا على الف خير.